كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. في رمضان في ناس بيجي شهر رمضان قمة التقوى، الصلاة في ميعادها، قراءة القرآن، بيختموا القرآن مرة واثنين وأحيانا ثلاثة، اعتكاف في الجامع، تسامح، صبر، كل الحاجات الحلوة، صلاة العشاء، بياكلوا على قدهم. يعني في شهر رمضان السلوكيات الجميلة جدا جدا جدا. احنا طبعا يا ريت السلوكيات ديت تبقى طول السنة، انما ده مش مشكلة. في ناس شهر رمضان النهار بيبقوا حمادة، بعد الفطار بيبقى حمادة تاني خالص. هو خلاص صام، بعد كده بيطلع على القهوة في الحسين في السيدة، القهوة بتاعته، بيقعد بيشرب بيعيش حياته يعني. وفي ناس يعني ما بيحلى يعني تبص تلاقي كل موبقات الدنيا بيعملوها في رمضان وما بيصلوش، ويقول لك خلاص احنا كفايه ان احنا بنمتنع عن الاكل والشرب وهو ده الصيام. طب احنا ازاي بقى نبقى احسن في رمضان؟ ازاي نربي جوانا عادات وسلوكيات جميله تفضل معانا في رمضان وبعد رمضان والسنه اللي بعدها في رمضان الثاني نبتدي نفكر في سلوكيات ارقى. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نبقى احسن في رمضان. نزلنا بقى نسأل الناس، نشوفوا رمضان هيغيروا فيه ايه، وايه الحاجات اللي بيغيروها، وايه الحاجات اللي نفسهم يبطلوها، وهنشوف رمضان هيبقى مفيد بالنسبة لهم ولا لا. رمضان كريم يا حاج. الله اكرم. يا ترى ايه الحاجات اللي يعني نفسك تغيرها في رمضان في نفسك؟ في نفس العادات السيئه اللي انا عايز اغيرها في نفسي. طبعا عايز ابقى اكتر التزام يعني الحمد لله الواحد ملتزم، بس نفسه ابقى اكتر التزام من كده. بتدخن؟ لا الحمد لله. ما بتدخنش؟ لا ما بدخنش. ايه الصفة الوحشة اللي جواك؟ عصبية، نرفزة، عايز تخلي رمضان يكون هيساعدك في انك تبطلها وتمارسها بعد رمضان؟ العصبيه اثناء السواقه. تعصب اثناء السواقه؟ اثناء السواقه يعني من الواحد بيشوفه في الطريق. طب اظن بقى في رمضان العصبيه بتزيد. لا الواحد بيبقى عامل كنترول شويه عشان عارف ان الصيام هيضيع. يعني ممكن تقول للناس بقول لكم ايه، انا مش عايز افطر عليكم وانا صايم. لا لا الكلام ده ما بيتقالش؟ لا لا والله امانه. لا لا امانه فعلا. ده بيطلعوا عنا السواقين. لا ده في الواحد في رمضان بالذات يعني بيحاول يكون منضبط قوي يعني. ايه تاني بقى عايز تغيره في نفسك؟ واظن بقى التحكم في النفس ده انت عايز يبقى ممارسه بعد رمضان كمان ولا ايه؟ اكيد اكيد. ايه تاني نفسك؟ يعني رمضان عدى عليك كتير، يعني انت عندك كام سنه؟ 25؟ 52 سنه. لا لسه صغير. لا صغير. عدى عليك 52 رمضان. يا ترى كان في صفات عندك قبل كده رمضان غيرها ولا الزمن هو اللي غيرها؟ والله في صفات رمضان غيرها. زي ايه؟ يعني الاهتمام بالناحيه الدينيه اكتر من الاول. الدين بالنسبه لك ممارسات ولا مجرد قراءه قران وصلاه وخلاص؟ لا الدين قبل ما يكون يعني الدين مش عايز كلام نظري، انا عايز كلام مطبق عليك. هل الدين المعاملات بتطبقه ولا مجرد صلاه وصوم؟ مش بكله يعني، مش في كل الاوقات بنطبق الدين عمل يعني. احنا لغايه دلوقتي احيانا بنضطر يعني التسامح مثلا، واحد ممكن شتمك عملك حاجات كده فبترد عليه، ده مش من الدين. لا احيانا بتسيطر على نفسك واحيانا بتبقى الموضوع بيخرج عن. هل بترجع تندم لما يخرج عنك؟ طبعا. بتقول ايه ده، انا ما عملتش ليه كده؟ طبعا سيئه ارتكبتها بتندم طبعا. نتمنى بقى ان رمضان السنه دي تفكر تجمع كل الحاجات اللي عايز تغيرها بعد رمضان وتبقى يعني سنه جميله انت بتعملها لغايه رمضان اللي بعديه. رمضان كريم. الله اكرم الله اكرم. كريم يا حاج. الله اكرم يا سعاده الباشا. السنه دي بقى كل كريم. بتحب كل كريم؟ طبعا. ورمضان اكرم الاكرمين. الله اكرم طبعا. مش كده؟ فكرت السنه دي في رمضان صفات جواك معينه وحشه عايز تغيرها وتبقى سنه بعد رمضان؟
والله دي فكرت تحلق شنبك مثلا؟ لا يا سعاده الرئيس شنب زي ما هو. الله شنب طبيعته كده يا باشا. حلو يعني. حلو زيك يا باشا. طب ايه بقى الصفه كده اللي شكلك مش عصبي؟ لا الحقيقه يعني. شكلك مش عصبي. طب الحمد لله. انرفزك طيب؟ ماشي معاك. شو؟ معاك سعاده الرئيس. لا ايه الصفه صحيح اللي جواك بتقول لا انا السنه دي بقى ههذب نفسي بطريقه معينه لو بشرب سجاير مش هشرب، لو بتنرفز مش هتنرفز، ودي هتفضل معايا بعد رمضان. فكرت في الموضوع ده؟ طبعا يا باشا. بتدخن؟ لكن في نفسه طبعا مدخن يا باشا. مدخن؟ اه. ليه كده؟ هذه سيئه الواحد ما لا والله. اه والله. اه. كم سيجاره في اليوم؟ لا انا مش عايش. بتشيش كمان؟ اه. طب فكرت انك ما تشيشش خالص؟ ما عنديش عزيمه. ما عنديش عزيمه. لازم يكون عندك عزيمة. لا اهم حاجه العزيمه. وتقول بس انا النهارده مش هدخن، مش هشرب شيشه، خلصت، انا قوي، انا اهو، انا شنبات، انا عزيمة. مش شنبات ولا ايه؟ عزيمه. مش كده؟ هي عزيمه. كل سنه وانت طيب. انت طيب سعاده. مفيش شيشه بعد النهارده ان شاء الله. خالص ان شاء الله. يا ترى رمضان بالنسبه لك هل بتقعدي تعيدي حساباتك قبل رمضان واثناء رمضان في الحاجات والطبائع اللي مش كويسه اللي عايزه تصلحيها وتبقى سلوك دائم بعد رمضان، ولا ما بتعمليش الموضوع ده؟ اكيد طبعا لازم الواحد يحسن من سلوكه في رمضان وغير رمضان. اللازم شيء واللي انت بتعمليه شيء تاني، صح؟ طبعا. لا اللي انت بتعمليه. لا طبعا بنعمل حاجه كويسه طبعا. لا بتعملي حاجه، ما انت طبعا ست كويسه وبتعملي كل حاجه كويسه، لا بس احيانا الواحد بيبقى فيه حاجات وحشه كده بيعملها، يعني انا عايز اغيرها من سلوكي، بتعصب، بتنرفز، ما بصالحش الناس، لا انا هكون متصالحه مع الناس، شويه حاجات كده كل واحد اضرب نفسه. عايزه استغل رمضان دي في ان انا اعملها ويبقى سلوك بعد رمضان، هل ده بيحصل؟ اكيد طبعا. عملتيه السنه دي؟ ان شاء الله. احكي لنا على حاجتين منهم. لا يعني كنت مخاصمه زميلتي وصلحتها عشان رمضان وعايزه بقى. عشان رمضان وبعد رمضان تديها ويلا، مش كده؟ لا مش كده، يعني قلت عشان احنا بدينا رمضان نقضي رمضان كويس مع بعضنا يعني صفيتوا الخلافات وخلاص انت زعلانه مني عشان الموضوع ده، ولا خلاص صالحيني عشان رمضان وبعد رمضان يلا كله بعد؟ ادخل رمضان وانا نفسي صافيه من اي حد. الله، نفسك صافيه من كل حاجه، لازم الانسان يصفي نفسيته. رمضان كريم يا حاج. اكرم. معانا زهره من الزهور الجميله، الجيل الواعد. دلوقتي عايزين، انت بتعمل ايه في رمضان؟ بصلي وبصوم بتصوم؟ اوعى تكون بتصوم لغايه الظهر وخلصت، هو ده الصيام. لا بصوم. بتصوم لغايه المغرب زينا؟ اه. وبتصلي؟ وبقرا قران. يا راجل والله. حافظ الفاتحه يعني؟ اه. برافو، ايه اللي انت عامله ده؟ جميل ده. لا طب انت بقى فكرت، انت عندك كام سنه؟ انا عندي 13. لا كتكوت لسه غنن خالص. فكرت بقى كده تقول ايه؟ انا بعد 10 سنين عايز يكون عندي صفات معينه عايز اربيها في رمضان، وبعد رمضان ابتدي امارسها، وكل سنه اربي شخصيتي وانمي شخصيتي. فكرت بالموضوع ده؟ كتير. زي ايه كده؟ ايه الصفه اللي كانت وحشه فيك السنه اللي فاتت وكنت بتصوم السنه اللي فاتت، مش كده؟ اه. وقلت لا انا مش هعملها والسنه دي ما عملتهاش. السنه دي كنت ساعات كنت بزوغ. يعني السنه اللي فاتت مثلا كنت بتزوغ؟ لا ما ما بقرا، ساعات ما بصليش، ساعات ما بقرا. فانت قلت لا انا لازم اصلي، وبقيت تصلي، عودت نفسك انك تصلي. اه. رمضان كريم. الله اكرم. رمضان كريم كميلي. الله اكرم. بتصومي حبيب قلبي؟ قلوبي لا خايف. اخبارك ايه في رمضان؟ الحمد لله. يعني انا بقى النهارده بنسال، كل رمضان بيعدي علينا، عدى علينا رمضان كتير قوي. فكرتي كل رمضان او قبل رمضان او اثناء رمضان تقولي السنه دي انا في حاجات وحشه بعملها بعد رمضان، انا هستغل رمضان واغيرها، وبتعملي بالورقه والقلم كده بتغيريها؟ لا الصراحه لا. بصراحه لا، انا يحب الصراحه جدا جدا جدا. طب ليه ما تعمليهاش؟ مش عارفة، هو دايما البني آدم بيكون قبل رمضان بيقول أنا رمضان ده هيعدي عليا هكون أفضل من أي رمضان تاني، وهفضل كده بعديه لغاية بعد رمضان. بعد رمضان نفس أمارة بالسوق. يعني حمادة قبل رمضان وبعد رمضان حمادة تاني خالص،
مش كده؟ ما بيبقاش احمد. طب احنا عايزين بقى السنه دي في رمضان تقولي والله انا في صفات كيت وكيت وكيت مش عجباني فيا انا شخصيا، مش هبعد عنها، بالورقه والقلم كده اقول ايه، لا انا هغيرها في رمضان واستغل رمضان والتقوى دي وكده واصلح علاقاتي واصلح الصفه دي. ممكن تعملي كده ولا صعب؟ كلنا نكون متصالحين مع نفسنا. اديني حاجه واحده من اللي مضايقاكي وعايزه تغيريها. حاجه واحده انا بعملها وعايزه ابعد عنها براحتك بعد رمضان، وتستغلي رمضان في انك تغيريها. ممكن صله الرحم. صله الرحم. صله الرحم المفروض ان البني ادم في رمضان او غير رمضان يكون ودود باقاربه، او يكون عنده صله رحم عاليه بالناس اللي حواليه، او كده وتعلمي الارحام بتاعتك انهم يصلوكي برضه. اكيد اكيد اكيد. كل سنه وانت طيب. حضرتك طيب. أخي المزارع، عند رعاية أشجار الفاكهة المتساقطة خلال شهر يونيو يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية. يتوجب عمل التسميد الأزوتي ويزاد التسميد البوتاسي أثناء تلون الثمار، وكذلك بعد الجمع يتم التسميد بسلفات النشادر، حيث يتم التسميد في الأراضي القديمة بمعدل نصف كيلوغرام من نترات النشادر ونصف كيلوغرام من سلفات البوتاسيوم لكل شجرة، وفي الأراضي الجديدة تسمد بمعدل نصف كيلوغرام من سلفات النشادر وربع كيلوغرام من سلفات البوتاسيوم و50 سنتيمتر من حمض الفوسفوريك لكل متر مكعب من ماء الري. رش الأشجار لمقاومة العناكب الأكاروسات والجرب وذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ بأحد المبيدات الموصى بها، مع مراعاة تغيير المبيد عند تكرار الرش، ويمنع الرش قبل الجمع بالمدة الموصى بها مع المبيد. يتوجب الري حسب درجات الحرارة وطبيعة التربة، ويتم جمع الثمار في مرحلة اكتمال النمو وليس النضج، وذلك باستخدام المقصات للمحافظة على الدوابر والطراحات مع استخدام العبوات المناسبة. يتوجب جمع الثمار المصابة ودفنها تحت سطح التربة أو وضعها في أكياس محكمة الغلق وتترك بالشمس. وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، استمرارا لإتاحة الفرصة للمواطنين الجادين لسداد الأقساط المتأخرة عليهم وحرصا على الصالح العام، تعلن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن منح جميع المتعاملين مع الهيئة لقبول سداد الأقساط المتأخرة مهلة أخيرة تنتهي في 29 من يونيو 2017، وتهيب الهيئة بالسادة المتعاملين سرعة سداد الأقساط المستحقة والاستفادة من المهلة الأخيرة الممنوحة لقبول سداد الأقساط المتأخرة، وفي حالة عدم السداد خلال المهلة يتم تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان، غنوا شهر الطول وغنوا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان، رمضان جانا أهلا رمضان.
في رمضان ناس كتير قوي بتبقى الصبح حماده وبعد الفطار حماده تاني خالص. طبعا في ناس بتبقى الصبح حماده حلو وبعد الفطار حماده يعني ربنا يسهل لهم، والعكس. احنا بقى عايزين بقى يعني نتعلم من الدكتور احمد علام خبير التنميه البشريه ازاي نخلي حماده ده الصبح كويس للي بيصلي وبيصوم ومتسامح هو نفس حماده بعد الفطار. انا عايز الاول اقول قصه مهمه هتقرب كل دوت لاذهان الناس. قصه واحد اسمه عبد الله، يعني قصه يعني خياليه شويه، بس قصه واحد اسمه عبد الله قاعد قدام بيته كده، راجل فقير كويس وغلبان كده على قد حاله، قاعد عدى عليه الملك بتاع البلد اللي هو فيه. فقال له انت شكلك كده عاجبني وشكلك يعني حد كده طيب وغلبان، تعالى معايا. فخدوا معاه القصر بتاعه، قال له دي المفاتيح بتاعت الخزن بتاعتي، لك ان تاخد منها ما تشاء، بس انا قدامك 30 ساعه، انا هخش انام وهصحى بعد 30 ساعه، هفضل نايم كتير قوي اليومين دول عشان كانت رايحه عليا نوع، يعني ما كنتش نايم الفتره اللي فاتت. الملك ده الملك. وخد اللي انت عايزه ولما تصحى ولما اصحى هتمشي من هنا. قال له طيب. فالراجل خد المفاتيح، ابتدى يتجول في القصر. فهو ماشي لقى تلفزيونات وافلام ومسلسلات وحاجات كتيره جدا، قاعد قدامها بتاع 6-7 ساعات. ده الملك اليومين دول ولا لا مش الملك بقى، ده هو الولد الراجل الفقير ده. الراجل الفقير ده عمال يتجول على اساس انه تلفزيونات الملك بتاع اليومين دول. التلفزيونات بتاع الملك بتاع اليومين دول. طب ماشي نمشيها شويه. لقى ناس قاعدين بيشربوا بتاع، قاعد يشرب معاهم شاي وقهوه وبتاع، لقى ناس بتلعب رياضه، قاعد يلعب معاهم شويه، كل شويه بيضيع عده ساعات لحد ما لقى المطبخ بتاع القصر. دخل قال لهم انا عايز اكل حمام وفراخ. قالوا طب خلاص اقعد بس تقعد معانا واحنا بنعمل اكل. قال لهم طيب. قعدوا 3-4 ساعات وكلوا كمان 3-4 ساعات، وبعد كده كبس عليه النوم من كتر الاكل، راح نايم. صحي بعد 30 ساعه، الملك بيصحيه قال له انت لسه نايم هنا والمفاتيح معاك وما خدتش ولا حاجه من الكنوز بتاعتي، اتفضل يلا بالسلامه برضه. هو ده القصه الملخص بتاع ال 30 يوم بتوعنا. عبد الله ده هو اي واحد فينا، وال30 يوم بتوعنا هم شهر رمضان اللي هو ما بيجيش غير مره واحده كل سنه، وعالم يجي علينا مره ثانيه ولا لا. عشان كده حط في دماغك من الاول ان دوت شهر ممكن ما يتكررش معايا تاني. لا بس انا وجهه نظر دكتور مختلفه. يعني انا في ناس كتير قوي في رمضان بتصلي وتصوم وتزكي وبتعتكف في الجامع وزي الفل وبتعمل كل حاجه حلوه بصراحه، وبعد رمضان بيبقوا حاجه تاني، حماده تاني خالص، بيرجعوا زي اوحش من الاول. وفي ناس بتقضيها الصبح زي الفل وبعد الفطار يعني خلاص يقول لك خلاص بقى انا اعمل كل الموبقات اللي انا عايزها، انا صمت وبقيت زي الفل. انا وجهه نظري ان انا بستغل رمضان ده وجهه نظري الشخصيه. رمضان ده انه هي بعض المعاملات وحاجات كويسه ان انا اكتسبها امارسها طول السنه، ويجي السنه اللي بعديها احاسب نفسي انا عملت ايه وحش السنه اللي فاتت، وبعدين طب احاول اغيره في رمضان، وهلم اجرب لغايه لما نبقى نقترب من الحاله الملائكيه اللي محدش يقدر يوصل لها طبعا، ولكن يعني بنحاول. انا نفسي كده. انما الراجل اللي نام ده منحوس، ده منحوس. وكلنا على فكره برضه بنعمل كلنا كتير منا هذا الرجل اللي هو بيضيع هذا الشهر يعني في حاجات ما لهاش، وبيتكرر طول السنه. بس انا الشهر ده بتاع الكنوز دي، بتاع الحاجات اللي فيها، بتاع الروحانيات دي، بتاع اللي انا السنه كلها ما انا باخدها علشان انتقل بيها للسنه. الله يفتح عليك، الله يفتح على سعادتك. والله انا مبسوط جدا ان انا فعلا باخد من شهر رمضان صفات اعيش بيها طول السنه، مش بكبت نفسي الشهر ده يعدي واقول يا رب اغفر لي. لا، وانا عايز اقول للمشاهد حضرتك بتكتشف في نفسك قدرات جديده. ده انا كنت فاكر نفسي ما اقدرش اقعد 2-3 من غير ميه. انا كنت فاكر نفسي ما اقدرش اقعد ساعه من غير سجاير. الصبر ده انا كنت اتعلمت حاجات. طب ده انا اقدر انا فعلا حد يقدر. احنا اتكلمنا على حضرتك لو فاكر في حلقه قبل كده عن الصبر والتسامح. ايوه ايوه. وانا عشان كده بقول ان انا لا اكتشفت نفسي ان انا هقدر اعمل الحاجات دي. ده انا قوي الكلام ده. طب ما تكمل بقى بقيه السنه، ادام انت اكتشفت في نفسك شهر ما تكمل بقيه السنه. واللي اكتشف في نفسه نص يوم ده هو يعني القران بيقول شهر رمضان، ما قالش الصبح حاجه واخر النهار حاجه. فعشان كده عايزين حماده الصبح حاجه اللي بيصلي وبيعتكف، وبعد الفطار بتلاقيه قاعد على القهاوي والشيشه والديه. ده في ناس يا دكتور يعني بتروح ملاهي ليليه يقول لك الافطار مع الراقصه اللولبيه فلانيه مش عارف ايه، الافطار مع ايه ده يا نهار اسود. وصلنا للدرجه دي. انا عايز اقول ان وصلنا للدرجه دي. يقول لك ايوه يا عم ايه المشكله يعني. انا عايز اقول ان في ناس بتعمل معاصي يعني ما بتعملهاش غير في رمضان. يعني في من انواع من المعاصي او انواع من الذنوب ممكن ما يعملهاش طول السنه، بقى ده بيعمل العكس خالص. ده جبابره. دي يعملها في نفسه. دول جبابره يعني. في هذا الشهر الكريم المفترج. انا عايز اقول كمان ان احنا الانسان مكون من ايه؟ من حاجتين، من روح وجسد. الروح غذاؤه ايه؟ غذاؤه القران والقراءه والحاجات والمناظر الطبيعيه الخلابه والكلام ده كله، ده بيغذي الروح. التوازن بين الروح والجسد. والجسد غذاؤه الاكل والشرب والشهوات والكلام ده كله. انت في رمضان عامل ايه؟ ربنا مدينا الحكايه دي ان انا موقف غذاء الجسد
طول النهار لحد مثلا الساعه 6 7 اللي هو المغرب. والمفروض ان انا بغذي الروح بتاعتي. علشان كده انا لما هفضل مغذي الروح بتاعتي دي طول الوقت، واجي كمان بعد الفطار افطر حاجه بسيطه وابتدي اغذي الروح تاني بالصلاه والكلام ده كله، وارجع اكل حاجه بسيطه واغذيها. انما اللي بيحصل ان احنا بنعمل ايه؟ بنيجي بعد من اول الفطار بقعد اغذي الجسد تاني بقى، مفيش روح. مفيش روح. بس احنا ممكن نعمل توازن بين الروح والجسد. اتعلمنا زمان ان احنا زي نعمل توازن بين الروح والجسد، يعني تلت روحك وتلت شرابك، والحديث ده انا مش عايز اقوله يعني غلط، انما الدين علمنا التوازن. ما حدش عارف الحته دي. وعلى فكره الدين خلق للحياه، صح يا دكتور؟ أيوة. يعني الدين مش خلق ان انا جاي الدين عشان انت تعمل كده تخش النار تخش الجنه. ده ربنا ادانا كتالوج انا نزلتك خليفه للارض وتعمل كيت وكيت عشانك انت. ولو عملت الحاجات دي انت كويس جدا جدا، انا هديك نعيم في الاخره. مش ده صح؟ صح. ولا خلق الدين للجنه والنار؟ خلق الدين للحياه. عشان اعيش بيه حياه كويسه وحياه جميله وحياه ممتعه ليا ولغيري. كتالوج انساني وكتالوج رباني خلقه للانسان، مش صح يا دكتور؟ ايوه طبعا. وعايز اقول حاجه كمان عن حديث مشهور، هو ان احنا اصلا ان احنا معانا حاجه كويسه جدا في رمضان. المفروض ان ايه؟ اذا جاء شهر رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. يعني الشياطين كده كده بتاعتنا مسلسله. في ناس عشان انا بس هتكلم الشياطين مسلسله؟ امال المعاصي دي بتعمل ازاي؟ ما انا هقول بقى، ما انا لسه هقول لسه هقول هو الحلقه كده يعني لسه هقول. في ناس قالت لك طب ازاي والناس بتعمل المعاصي؟ ده في ناس ما بيعملش ذنب غير في رمضان. ده في واحد قتل عمل جريمه قتل في رمضان، ده في واحد عمل جريمه اغتصاب في رمضان. ايه الموضوع بقى؟ الموضوع اللي انا عايز اقوله، وانا ارجو برضو الساده اللي هم مختصين بالعلوم الشرعيه يشوفوا هذه الكلمات عشان ما نقولش حاجات مختلفه. اللي عايز شيطان ونسلسله له هنعينك على شيطانك في رمضان وهنسلسله لك، بس انت اللي تعوز. كل واحد له شيطان. انت اللي عايز. الله اكبر. انما انت مش عايز، خلاص يا عم خليه معاك. رمضان ضيف كريم. لو نويت تصلح عشان خاطري بلاش ترجع للغلط، وخليك يا حبيبي في السليم. يلا كل سنه وانت طيب.